السلام عليكم. بمناسبه ان انا اتسالت كتير على الصناديق الاستثماريه اللي موجوده على فندر وازاي تشتري فيها، وان كمان شفت ناس كتيره دايخه في الموضوع ده، في فيديو النهارده هنمسك صندوق موجود على فندر، سواء صناديق ذهب، صناديق اسهم، او صناديق الدخل الثابت كلها. لا ومش بس كده، ده انا كمان هقول لك ايه الصناديق اللي فيهم المطابقه للشريعه الاسلاميه، وكمان هقول لك خطوه بخطوه ازاي تشتريهم. فكرني اسكت لغايه كده؟ اكيد لا، يعني اكيد هقول لك كل صندوق منهم عباره عن ايه وتفاصيل سريعه عنه كده. بس لو انتوا عايزين كل صندوق بتفاصيله او بكل حاجه عنه، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هنزل عن كل صندوق حلقه لوحدها، او ممكن تشوف التيك توك، انا بنزل برضو هناك المعلومات دي في فيديوهات قصيره كده، تقدر تسمعها وتعرف كل المعلومات اللي انت عايز تعرفها. هسيب لكم لينك التيك توك تحت في الديسكربشن. وفي اخر الفيديو حاجه مهمه جدا، وهي ان انا هقول لك ازاي تستخدمها صح وتكون لصالحك. فخلينا نبدا الفيديو. ولو انت اول مره تشوفني، انا اسمي مصطفى، بتكلم عن الحياه الماليه والبيرسونال فاينانس، وازاي تتعلم الوعي المالي، وازاي تتعلم ان ازاي تستثمر في البورصه. ومؤخرا دخلت في مجال التك ويعني ان انا اعمل ريفيوهات على حاجات التك، وهتشوفوا قريب ان شاء الله فيديوهات يوتيوب كامله. فمعاك اخوك مصطفى، او اخوك مصطفى لو لينا جنس اخر يعني بيتفرج على الفيديوهات بتاعتنا. في حوالي 18% تقريبا بيتفرج على الفيديوهات عندنا، فيعني رقم مش وحش. فلو انت عايز تحجز استشاره ماليه نتكلم فيها عن كل استفساراتك، او ان انت مثلا في اسئله معينه عايز تسال عنها، سواء في المجال المالي او المجال الاستثماري او المجال الوظيفي اللي انت عايز مثلا تبدا شغل فريلانس، اي حاجه من الكلام ده كله، هسيب لكم لينك الواتساب تحت في الديسكربشن، او ممكن من خلال الموقع www.shwordy.com، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نبدا الفيديو ونبطل رغي. انا مصطفى ودي شوردي. اول حاجه كده قبل ما نبدا خلينا اشرح لك يعني ايه صندوق، سواء الصندوق ده ذهب او اسهم او صناديق الدخل الثابت. فهنبدا بصندوق الذهب. ده نوع من انواع الصناديق الاستثماريه اللي بتستثمر في ايه بقى؟ في ايه؟ اكيد في الذهب. يعني الفلوس اللي الناس بتحطها في الصندوق ده، اصلا الشركه صادره الصندوق او اللي هي مصدره الصندوق او اللي هي اللي عامله الصندوق عندها كميه ذهب مع امين حفظ مخزنه في اماكن مخزنه في مثلا في حاجه اسمها بولتس، اللي هي الخزانات اللي عليها امانه كبيره، امانات او تامينات كبيره. والصندوق ده او كميه الذهب اللي عندهم دي متقسمه قطع، القطع دي اسمها وثائق. كل وثيقه بتمثل جزء معين او قطعه معينه من الصندوق بالكامل. فانت لما بتروح تشتري الوثيقه، انت مش بتشتري مجرد ورقيات، انت بتشتري قيمه عندهم هناك محفوظه عندهم. بس هم سهلوا عليك الامر، بدل ما تنزل الصاغه وتشتري ذهب وممكن ما يكونش معاك سيوله، يعني انت مثلا تشتري جرام او نص جرام، فلا هم سهلوا عليك الوضع وعملوا لك الصندوق الكبير ده، او هنفترض خزنه الذهب الكبيره دي كلها هي عباره عن وثائق صغيره انت بتشتري فيها. وسعر الوحده بيتغير كل يوم، الذهب فيه بيتغير، بس طبعا في الخمس ايام عمل اللي هو من الحد للخميس عدا الاجازات الرسميه. مميزاتها بقى هنتعلمها في فيديو تاني لوحده عشان نكون على رواقه كده، لان برضه انا عندي برضه صوتي متغير، يعني انا حاسس اصلا انا بتكلم صوتي متغير. وعشان ما اطولش عليك وطول على راي يحيى عزام، خلينا نخش في تاني نوع من الصناديق، وهو صناديق الاسهم. دي بقى صناديق انا كنت اتكلمت عنها كتير قوي، واللي بيتفرج على فيديوهاتي عارف ان انا بحب فكره الاستثمار في الصناديق الشهريه، او ان انت تستثمر كل شهر في الصناديق. انواع الصناديق كتيره في مصر، حوالي مثلا 7 صناديق تقريبا موجودين على فندر مثلا. الصندوق ده ببساطه عباره عن سله فيها شركات، اسهم شركات معينه، كل شركه من دي بتمثل جزء من الصندوق الكبير ده. وممكن الصندوق ده بيكون بيتبع المؤشر، ودي هنتكلم عنها قدام لما نيجي نتكلم عن الصناديق اسهم وكده، يعني هشرح لكم الوضع ده عباره عن ايه. فالصندوق ده بيبقى مثلا جواه 10 شركات، 30 شركه، 70 شركه، 100 شركه، 33 شركه، اي نوع من انواع الشركات بيبقى موجود جوه الصندوق ده. وانت بتشتري وثيقه هنفترض مثلا باكس، الاكس دي بتتوزع على ال 30 شركه او الشركات اللي جوه الصندوق ده. بص خلينا نبسطها لك. لو الصندوق جواه على افتراض مثلا 10 شركات، وسعر الوثيقه الواحده اللي هي الوحده اللي فيه او القطعه اللي فيه ب 10 جنيه، وانت رحت اشتريت وثيقه ب 10 جنيه، يعني انت اشتريت وثيقه واحده بس ب 10 جنيه، ال 10 جنيه بتاعتك دي بتتوزع على 10 شركات سواء بالتساوي او باختلاف النسب، ده على حسب سياسه الصندوق او سياسه البنك المصدر للصندوق او سياسه البنك الاستثماري المصدر للصندوق اللي هو مدير الصندوق. يعني نخش بقى على ثالث نوع من انواع الصناديق، وهو صناديق الدخل الثابت. ودي صناديق بتستثمر في ادوات الدين اللي موجوده في البنك، مثلا زي حاجات الشهادات زي التي بيلز او البونز اللي انا كنت اتكلمت عنها في فيديو تاني لوحده خالص. ففي منها بقى السندات الحكوميه اللي هي التي بيلز، او السندات الخاصه او الصكوك اللي هي النوع من انواع الدين المطابق للشريعه الاسلاميه. وسوق المال او الماني ماركت، ده نوع من انواع الاستثمار البديل اللي هو الكاش الترناتيفز وكده، ده يعني ده نوع ادفانسد شويه هنتكلم عنه في فيديو تاني لوحده. ولكن حاجه مهمه جدا قبل ما نبدا الفيديو ونكون على بياض، انا برشح الصناديق دي اقل ترشيح بسبب دخلها الثابت اللي بيخسرك كتير لو كنت استثمرت في نفس الفلوس دي في صناديق ذهب او صناديق اسهم. وفي منها برضه حلال وحرام، ويعني الموضوع بيبقى شائك شويه، لان حتى الصناديق الحلال منها بتستثمر جزء معين كده او جزء بسيط في السندات، يعني جزءها الاكبر بيبقى في الصكوك، لكن برضه في جزء كده صغنون كده بيبقى في السندات. خلينا اشرح لك اكتر بسرعه. صناديق الدخل الثابت بتتقسم لنوعين، نوع حلال ونوع حرام. بس هو الموضوع بسيط. النوع الحلال بيستثمر في حاجه اسمها الصكوك، ودي كنت اتكلمت عنها في فيديو كامل
صغنون يعني، فيديو صغنون كده تيك توك صغير كنت بشرح فيه يعني ايه صكوك، وفيديو تاني بشرح فيه يعني ايه سندات. فالصناديق اللي هي الحلال بتخش في حاجه اسمها استثمار في الصكوك، انما الصناديق اللي هي محرمه شرعا او غير مطابقه للشريعه الاسلاميه بتخش في السندات الحكوميه والسندات الخاصه وجزء طفيف خالص من الصكوك. وده تحت سياسه التنويع، ان الشركه او مدير الصندوق بينوع الفلوس اللي جوه الصندوق ده في كل ادوات الدخل او كل ادوات الدين او كل ادوات الدخل الثابت. بص لما نوصل لوقتها يعني هفهمك ايه الحلال منهم وايه الحرام، هعرفك يعني كل صندوق منهم ايه الحلال وايه الحرام وايه اللي تستثمر فيه وترشيحاتي ليك ايه. خلاص خلصنا تعريفات، يلا بقى نخش على كل صندوق واحد واحد. هتدخل على ثاندر، ولو ما عندكش ثاندر هسيب لك لينك الافيليت تحت في الديسكربشن. انت لو عملت من اللينك ده هيفيدني، لكن لو مش عايز تعمل من اللينك تقدر ببساطه تروح الاب ستور او البلاي ستور وتنزل ثاندر وتعمل حساب. ولو استخدمت اللينك ويعني انت لو حابب تستخدم اللينك ولقيت جوه ثاندر بيقول لك مين اللي اشارك، يعني هتكتب يوزر نيم كده، هسيبه لك تحت برضه في الديسكربشن، وهسيبه لك على الشاشه هنا كده او هنا او هنا، هسيب لك مكان يعني ليه. يعني تحت هتلاقي فيه اختيارات كتير، منهم واحده اسمها اكسبلور، هتدوس عليها هتلاقي بقى فوق كده على اليمين وعلى الشمال الكلام كله اللي احنا هنشرح في الفيديو النهارده، اللي هي صناديق الذهب وصناديق الاسهم وصناديق الدخل الثابت. خلينا نبدا بالذهب. هتلاقي فيه كلمه اسمها جولد فاندز، لو دوست عليها هيظهر لك 3 صناديق وهم الاهلي ذهب فند، ازيموت جولد، واخر واحد بيلتون سبائك. كل واحد منهم ليه سياسه في الفيز مختلفه او في المصاريف الاداريه مختلفه، وكل واحد ليه سعره وكل واحد ليه سياسته، وكل حاجه ليها السياسه بتاعتها وانت بتختار على حسب مناسبتك للسياسه. لكن انا هرشح لك النهارده ازيموت جولد. يعني انت لو سالتني كده سؤال شخصي ترشح انهي واحد فيهم، هقول لك اشتري على طول في ازيموت جولد عشان سعر الوثيقه قليل. شركه ازيموت شركه قويه موجوده في السوق المصري وبره مصر زي البرازيل وايطاليا. وبرضه نقطه مهمه ان هم طلعوا افصاح ان الصندوق مطابق للشريعه الاسلاميه، ولكن انا مش شيخ ولا استحق ان انا اطلع فتوى او اصدر فتوى او ان انا الناس تسالني في حاجات حلال وحرام. انا لا استحق يعني شرف هذا اللقب، لكن هم طلعوا افصاح فاحنا هنمشي عليه، وهم برضه مش مضطرين يكذبوا لان في لجنه مراقبه شريعه بتراقب دايما الصندوق والسياسات اللي بتحصل فيه والادارات اللي فيه. ويبقى كده معانا اول نوع صناديق وهو صناديق الذهب، وشرحت لكم ايه الثلاثه اللي موجودين في مصر وانا رشحت لك منهم ازيموت جولد. لو عايزين بقى فيديو كامل عن ازيموت جولد هعمل لكم فيديو كامل عن ازيموت جولد بشرح فيه كل التفاصيل اللي جواه من غير ما افوت حاجه، يعني حاجه صغيره، واشرح لكم حتى التريكات اللي فيه. ندخل بقى على تاني نوع صناديق وهو صناديق الاسهم. هتخش برضه على صفحه اكسبلور هتلاقي كلمه اسمها ايكويتي فند، هتدخل عليها هتلاقي 7 صناديق هم بالترتيب كده: ازيموت فرص شريعه اي اس او، ازيموت فرص اي زد او، بيلتون 100 بيلتون وفره، سي اي 30، سي ام اس، وصندوق نعيم اخر واحد. خلينا ناخدهم واحد واحد كده، ايه يعني اقول لكم المفيد اللي فيه. اول صندوق معانا هو ازيموت فرص شريعه اي اس او. ده صندوق بيستثمر في البورصه المصريه عن طريق حاجه اسمها الاكتيف انفستنج او الاستثمار النشط، وهشرح لك دي قدام في الفيديو شويه يعني ايه. يعني برضه عشان اكون سريع معاك واديك المعلومه اللي تفيدك، هو مش بيتبع مؤشر بشكل سلبي وبيفضل نايم، لا هو بيغير في موازين الشركات، بيبيع في شركه وبيشتري في شركه، بيعمل نفس الحركه دي كل يوم. ويعني هو بصراحه يعني هو صندوق فكرته جميله، وشركه ازيموت انا بحبها يعني بشكل شخصي. تاني صندوق معانا هو ازيموت فرص اي زد او. ده شبه ازيموت فرص شريعه، لكن هو المختلف بينه وما بين الثاني ان هو غير مطابق للشريعه الاسلاميه لانه بيستثمر في شركات غير مطابقه للشريعه الاسلاميه زي البنوك او شركات الدخان، وده برضه بيشتغل بالاستثمار النشط. ثالث صندوق معانا هو صندوق بيلتون 100. ده صندوق بيتبع اسمع باسيف انفستنج لمؤشر اي جي اكس 100، احسن 100 شركه في البورصه المصريه. ولو شفت كلمه اي جي اكس 100 اي دبليو اي، اي دبليو اي دي يعني ايكوال ويت اندكس، يعني ال 100% دول متوزعين على ال 100 شركه 1% لكل شركه. رابع صندوق معانا وهو بيلتون وفره. ده صندوق اسمع برضو تاني باسيف انفستنج بيتبع مؤشر اي جي اكس 33 بشكل سلبي، هو شارف 33 شركه مش بيعمل اي حاجه في اي حاجه، هو سايبهم زي ما هم. واي جي اكس 33 ده هو مؤشر احسن 33 شركه موجودين في البورصه المصريه ومطابقين للشريعه الاسلاميه. سادس صندوق معانا هو صندوق سي ام اس. ده صندوق بيتبع اي جي اكس 33 بشكل سلبي برضو، مش بيعمل اي حاجه ولا بيتحرك زي مثلا ازيموت فرص شريعه. وسي ام اس عامل شبه بيلتون وفره، هما الاثنين زي بعض بس برضو فرق شركات وفرق سياسات. واخر صندوق معانا هو صندوق نعيم. ده صندوق بقى مشابه لمين؟ مشابه لاي اس او، بس الفرق بينهم برضو السياسات بتاعت موازين الشركه والشركه هتحط كام في كام، يعني برضو هتكلم على فيديو تاني لوحده عشان انا مش عايز الخبطك في نفس الفيديو يبقى بتكلم في كذا موضوع، فهنسيبهم لفيديو تاني لوحده وهفهمك يعني شروط ايه السياسات بتاعت الشركات اللي لما بتيجي تدير صندوق. وانا شايفه برضو صندوق محترم هو وازيموت فرص، ازيموت فرص شريعه. خليني بقى اشرح لك ايه الفرق ما بين الاكتيف انفستنج والباسيف انفستنج بمثال بسيط هيفهمك كل الحوار ده داير على ايه. تخيل معايا انت وصاحبك انتوا الاثنين قررتوا تشتروا عقار، شقه، بيت بمليون جنيه، فانتوا خلاص اتفقتوا كل واحد فيكم هينزل يشتري بيت. انت اشتريت بيت وهو اشترى بيت، لكن صاحبك جه قال لك انا مش هعمل اي حاجه في البيت ده، هسيبه 10 سنين وبعد 10 سنين هبيعه. صاحبك كده باسيف انفستنج، وهو ما عملش اي حاجه، هو اشترى المنتج او اشترى الاسيت او اشترى الاصل وما عملش اي حاجه طول الفتره. كل اللي هو عمله ان هو بس صبر وفضل سايبه زي ما هو كده لغايه اما خلصوا ال 10 سنين وباعه. انت بقى قررت تشتري البيت بعد 3 شهور، لقيت بيعه حلوه فانت قمت بايعه، كسبت فيه، قمت شاري بيت تاني، قمت بايعه، قمت كسبت فيه، قمت شاري بيت تاني، قمت
تبايعه قمت كسبت فيه، وتفضل بقى تشتري في بيت، تشتري في محل، تشتري في برج، تشتري في اي حاجه، وبعد كده قمت بايع كل حاجه في الاخر وقمت شاري حاجه كبيره وبعتها وفضلت تكسب. ده حاجه اسمها الاكتيف انفستنج. انت قاعد بتحفرك، انت قاعد تروح هنا تشتري شويه وتبيع، هنا تشتري شويه وتبيع، اشتريت شقه بعتها وبعد كده قمت تشتري غيرها وبعد كده بعتها. انت بتكسب من كل حاجه، يعني بتخش وتخرج وتخش في حاجه تانية وتخرج تاني، انت بتتحرك مش بس في انفستور. اتمنى تكون فهمت يعني ان المثل ده، بس هو الموضوع ابسط من ما تتخيل يعني. خلينا بقى نرجع للموضوع المهم، ايه الحلال فيهم وايه الحرام. الصناديق الحلال في السبع صناديق اللي قدامك دول، خد عندك انا هقولهم لك. ازيموت فرص شريعه اللي هو اي اس او مش اي زد او، صندوق نعيم اللي هو في الاخر خالص، صندوق بيلتون وفره، واخر صندوق معانا وهو كابيتال مصر شريعه. دول الاربع صناديق اللي بيستثمروا في الاسهم مطابقين للشريعه الاسلاميه اللي موجودين على فندر. اختيار الشخص ليك بقى، خليك في سي ام اس لو انت بتحب الاستثمار الباسيف، او ان انت تشتري في 33 شركه وتريح دماغك، او تشتري في اي اس او اللي هو ازيموت فرص شريعه لو انت بتحب الاكتيف انفستنج وتقعد تتحرك وتنزل. بس هم كده كده يعني ما شاء الله بيكسروا البنش مارك كل مره، فانا اديتك اتنين اهو، سي ام اس واي اس او. ندخل بقى على اخر نوع صناديق اللي تقيل على قلبي، وهو صناديق الدخل الثابت. هتلاقي برضو في الاكسبلور حاجه اسمها فيكسد انكم فند، دي هي صناديق الدخل الثابت اللي موجوده على فندر. انا هشرحها لك لغرض العلم، لكن انا مش بنصح بيها، ولا لما حد بيجي يسالني بقول له بلاش وخش في صناديق الاسهم احسن او صناديق الذهب. عندك بريق، دايموند، ايزي ناصر، ايزي ادخار، بي سكيور، واخر واحد صندوق مصر تكافل. الحلال بقى في الفرح ده كله هو ازيموت ناصر ومصر تكافل وبس. الباقي بتاعهم بقى بيشتري في ادوات الدين قصيره الاجل اللي هي مثلا زي السندات الحكوميه او السندات الخاصه والماني ماركت اللي انا كنت لسه شارحه من شويه. ايزي ناصر بقى ومصر تكافل بيدخلوا الاستثمارات بتاعتهم في الصكوك اللي هي شبيهه السندات لكن بالطريقه الحلال. بس انت برضه لو معصلك دماغك وعايزني ارشح لك واحد، فانا هقول لك صندوق مصر التكافل. ندخل بقى على اخر حته في الفيديو واهم حته في الفيديو، احسن استخدام للصناديق دي ايه. ببساطه انت لو بتقبض كل شهر 5000 جنيه، 10000 جنيه، 20000 جنيه، يا اخي مليون جنيه، عايزك كل اول شهر اول حاجه تعملها اول ما تاخد الفلوس دي تسحب منها كده 10% فيما اكثر. يعني انت لو تقدر تحط 15% او 20% حط، بس انا بقول لك 10% يعني رقم كويس حرفيا. يعني انا بقول لك حرفيا اول ما تاخد المرتب اول حاجه تسحبها دي اعتبرها كده ضرايب، حاجه بتتحط عليك كل شهر انت لازم تسحب فلوس منها. هتقسمهم بقى كالاتي، اول 5% هتحطهم في صناديق الذهب اللي هو ازيموت جولد اللي انا لسه قايله من شويه، تاني 5% هتحطهم في صناديق الاسهم اللي هو مثلا على اختيارنا دلوقتي سي ام اس او اي اس او على حسب انت بتحب الباسيف او الاكتيف انفستنج، وهتفضل تعمل كل شهر. وده حاجه اسمها السنوبول افكت اللي هو انت بتحط مبلغ مع الوقت كل يوم في تزايد او كل شهر في تزايد عن الشهر اللي قبله، حتى لو قل حتى لو طلع انت ما يهمكش، انت كل شهر بتشتري بال5% في كل صندوق. والتركيه كده اخيره، من مرتبك خد 5% كمان وطلعهم صدقه لله كل شهر ما تحسبهاش. وده انا شايف احسن استثمار في الثلاثه اللي انت قلتهم النهارده يعني. برضه ما تنساش اخرتك يعني وعلاقتك مع ربنا يعني. المهم حط لنفسك ميعاد، هنقول مثلا سنه، فمثلا لو هتبدا في شهر 5 2025 قيم نفسك تاني في شهر 5 2026. ونظرا للحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها دي، فانا بقول لك ان الصناديق دي في 2025 دلوقتي حاجه، وفي 2026 هتبقى حاجه ثانيه خالص. ومنها برضه عملت افضل نوع تحوط، ان انت اشتريت في اهم اصلين في البلد غير العقارات هو الاسهم والذهب. فانت امنت نفسك يعني، حتى الذهب ليه علاقه بالدولار، فانت حتى لو الدولار زاد الذهب بيزيد، فانت برضه معايا يعني. ان شاء الله ما يزيدش يعني، ان شاء الله يقل، بس يعني مستحيل تحصل، بس على افتراض يعني انت كده امنت نفسك من كل الجهات. طبعا زائد ال5% اللي انا قلت عليهم صدقه من شويه لازم تطلعهم، ضروري تطلعها. فانت يعني لو مرتبك 5000 جنيه مش هيفرق 250 جنيه زياده اللي هيتسحبوا من مرتبك. يعني اعتبر نفسك رحت اكلت اي حته بره او الفلوس وقعت منك، واللي انا اعتبرها ان هي وقعت منك ولو رحت اكلت بيها، انت رحت عملت استثمار مع علاقتك مع ربنا. ده احسن نوع استثمار انا شايفه بجد بقى يعني. ده سكه ودوري. المهم يا اخواني، لو عايزين تعرفوا اكتر او عايزين تحجزوا استشاره بحيث ان هو يكون الموضوع بيرسوناليزد اكتر، هسيب لكم لينك الاستشاره تحت في الديسكربشن لو عايزين تحجزوها من خلال الواتساب او من خلال الموقع بتاعنا www.swirly.com. هتلاقي الاثنين عليهم الاستشاره بنفس السعر، لكن انا بنصحك بالواتساب، الموضوع هيبقى اسهل. وبرضه للي حابب يشترك في كورس الاستثمار الشامل، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن للواتساب، ابعت لي رساله وانا ابعت لك كل التفاصيل. اتمنى يكون فيديو النهارده فادك، ولو حتى ب1% انا هبقى مبسوط. كل اللي انا طالبه منك ان انت تدعي لي دعوه حلوه، ولو انت لسه جديد في القناه او موجود بس ما عملتليش سبسكرايب، ما تنساش تعمل سبسكرايب لان ده بيدعمني، وتعمل لايك للفيديو وتعمل كومنت وتشير الفيديو ده لاي حد من حبايبك يعني. واكتب لي في الكومنتس السؤال اللي انت عايز تعرف جوابه، انا بشوف كل الكومنتات وبرد عليها كلها. ولو ما صليتش العشاء قوم صلي، ولو فاتتك اي صلاه طول اليوم قوم صليها دلوقتي، وانزل برضه اتمرن. ولحد هنا سلام.